سلام الله عليكم متابعي قناة فراس صالوني، تحية طيبة لكم جميعا. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعلموا طريقة خياطة الميطة ديال السداري باستعمال لاستيك. نبداو على بركة الله ونخليكم مع الفيديو. بالنسبه للسداري او البونجه اللي عندنا في القياس ديالها 2 متر في الطول و70 سنتيم في العرض و30 سنتيم في الارتفاع. عموما فاش كنبغي ناخذ قياس الطول ديال السداري اللي عندنا كناخذ العبار من الجهه الفوقانيه باستعمال المتر، وكنبدا من القنت الاول وكنمشي حتى القنت الثاني. في هذه الحاله كنحصل على 2 متر. وبالنسبه للعرض كنحصل على 70 سنتيم. كناخذ الثوب اللي بغيت نخدم به، كناخذ القياس العرض ديالو اللي كنوجد فيه متر 42، وغالبا هذا هو العرض ديال اغلب الثواب. تقدر تلقى اكثر من هذا القياس ماشي مشكل. اول حاجه كنبداو بها هي كنقادو التقطيعه ديال الثوب اللي عندنا بطبيعه الحال من الجهه ديال العرض ديالو، وكندوز للجهه ديال الطول هي اللي كنعبر فيها الطول ديال السداري اللي خديت القياس ديالو، وكنزيد 8 سنتيم على الطول اللي عندي. مثلا في هذه الحاله خديت 2 متر و8 سنتيم، وهكذا غادي نحصل على قطعه ديال الثوب اللي في القياس ديالها متر 42 على 2 متر و8. فاش كنبغي نفصل القنت ديال السداري كناخذ القياس العلو ديالو اللي هو 30 سنتيم في هذا السداري، كنطوي الثوب اللي بغيت نفصل منه القناة على العرض ديالو، وكنحاول نقاد التقطيعه باستعمال المسطره، كندير خط مستقيم عاد كنقطع. كنعبر 36 سنتيم، كنحاول نحدد جوج النقاط باش يسهل عليا ندير خط باستعمال المسطره باش نحصل على التقطيعه غاديه نيشان. من بعد ما كنقطع القياس اللي خديت كنجي للطويه ديال الثوب وكنقسمو على جوج، وهكذا غادي نكون حصلت على القنات ديال السداري اللي في القياس ديالهم 71 سنتيم على 36 سنتيم. ودابا غادي نكون وصلت للمرحله ديال الخياطه. كناخذ الثوب اللي فصلت في الاول ديال التلميطه وكنحط الطول ديالو على الطول ديال الماكينه. كناخذ القنت اللي فصلته حتى هو كنحط الطول ديالو على الطول ديال الماكينه، يعني كنحط الطول ديال القنت اللي فصلت مع الطول ديال الثوب، وكنبدا الخياطه على العرض ديال القنت، وفي نفس الوقت كنخيط على العرض ديال الثوب. كندير واحد الطويه صغيره في الثوب ديال التلميطه، وكناخذ القنت وكنحطه في نفس المستوى معاه، عاد كندير طويه ثانيه كتجي فوق من القنت، وكنبدا الخياطه بنفس الطريقه. كنبقى غادي بنفس العمليه، الثوب ديال القنت الوسط والثوب ديال التلميطه هو اللي كنطويه فوق منه وكنخيط. كنتمنى الطريقه ديال الخدمه تكون واضحه. المهم كنمشي غير بشويه وكنرد البال مع الطويه ديال الثوب باش تبقى غاديه في نفس القياس، ومع المده غادي تبدا تجيك سهله في الخدمه ديالها. واحد الملاحظه، كاينين بعض الحريفيه اللي كيشدوا التواب بجوج وكيطويهم مع بعض وكيخيطهم. مع احترامي لكاع الحريفيه ولكن هاد الطريقه خاطئه، وإلا خدمتي بثوب غليظ غادي تلقى مشاكل في الخياطه. وكتبقى هاد الطريقه اللي خدام بها سهله وفي نفس الوقت صالحه بالنسبه للثوب اللي كيكون فيه جوج ديال الوجوه، يعني ان التلميطه تقدر تستخدمها على الوجوه ديالها بجوج باستعمال هاد الطريقه ديال الخياطه. فاش كنوصل للقنت كنحافظ على نفس القياس ديال الطويه، كنزل البره ديال الماكينه باش تبقى شاده ليا الثوب، وكندور القنت اللي عندي وكنصايب الطويه مزيان، عاد كنكمل الخياطه غير بشويه حتى نتمكن من الطريقه ديال الخدمه. ومع المده غادي تبدا تجيك الطريقه سهله في الخدمه ديالها. واهم حاجه هي تضبط القياسات اللي عندك. وبالنسبه للناس اللي عندهم 60 سنتيم في العرض ديال السداري غادي تقطع في القنت ديالو 62 سنتيم على 40 سنتيم وتتبع نفس المراحل اللي في الفيديو. وبالنسبه للطول ديال السداري دائما كنزيد 8 سنتيم على الطول اللي عندي، خصوصا الا استعملت نفس الطريقه ديال الخياطه. وفي حاله بغيتي دير خياطه عاديه يعني بلا ما دير الطويه، يكفي انك تزيد غير 2 سنتيم ديال الخياطه على الطول اللي عندك في السداري وتخيط عادي. كنكمل الخياطه حتى للقنت الثاني وحتى هو كندور معاه بنفس الطريقه وكنكمل الخياطه ديالو.
وهكذا غادي نكون حصلت على هذه النتيجة بالنسبة للقنت الأول، ونفس المراحل كنتبعها باش نخيط القنت الثاني في الجهة الثانية ديالو. كنتمنى هذا الشرح يكون واضح ومفهوم. الطريقة راه سهلة وما فيهاش شي حاجة اللي صعيبة، يكفي انك تتبع المراحل ديال الخدمة اللي في الفيديو. هكذا غادي نكون خيطت القنت الثاني في المكان ديالو. وقبل ما ندير لاستيك كناخذ اي قطعه ديال الثوب متوفره عندي باش نصايب السماطين اللي غادي تشد بهم التلميطه. كنحاول نطوي الجناب ديالو بجوج، وكنبقى غادي بالخياطه على الطول ديالو بنفس الطريقه. من بعد ما كنسالي الخياطه كنحاول ناخذ قطع اللي في الطول ديالهم 75 سنتيم، وفي نفس الوقت كناخذ قطع صغار اللي في الطول ديالهم 20 سنتيم وكندوز باش نخيطهم في بلاصتهم. اسهل طريقه باش نلصقهم هي كنعبر 70 سنتيم من القنت اللي خيطت على الطول ديال التلميطه، وكنجيب القطعه الصغيره كنطويها على جوج وكنخيطها في المكان اللي كنحدد. كتجي على هاد الطريقه وكتكون مخيطه مزيان. نفس العمليه كنعاودها من القنت الثاني، كنعبر 70 سنتيم وفي نفس الجهه ديال التلميطه كنخيط القطعه الثانيه. كنقلب التلميطه وكنتبع نفس المراحل اللي درت في الاول، يعني كنعبر من كل جهه 70 سنتيم وكنخيط القطع الطويله بلا ما نطويها على جوج، كنخليهم على الطول ديالهم وكنخيط. وهكذا غادي نكون وصلت للمرحله باش نخيط لاستيك. كنحاول نعبر 20 سنتيم حتى ل 25 سنتيم من القنت اللي خيط. كنجيب لاستيك ديال الطلامط اللي كيكون في العرض ديالو 4 سنتيم وكنبدا الخياطه. كنحاول نطوي لاستيك على جوج وندير وسط منه الثوب بنفس الطريقه، عاد كنخيط البديه ديالو مزيان. كنكمل الخياطه وكنجبد لاستيك مزيان، عاد كنخيط وكنبقى خدام بهذه الطريقه، يعني كنجبد لاستيك وكنخليه مطوي على جوج وفي نفس الوقت الثوب كيكون وسط منه باش نحصل على هذه النتيجه. يعني وانا كنخيط كيبدا الثوب كيتجمع مع لاستيك، ونفس الطريقه كنديرها للجهه الثانيه باش نخيط لاستيك ديالها.
وهكذا غادي نكون ساليت الخياطه ديال التلميطه اللي عندي، وغادي ندوز نركبها للسداري ديالها ونشوفوا النتيجه اللي حصلنا عليها. كنركب القنت الاول في المكان ديالو، كندوز نركب القنت الثاني. كنقلب السداري، وهادو هما السماطي اللي خيطنا كنجمعوهم مع بعضهم، وفي نفس الوقت ما كنزيروهمش بزاف، والهدف منهم هو كيخليو التلميطه ديما مجموعه. وهكذا غادي نكون حصلنا على هذه النتيجه هذه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم والشرح يكون واضح ومفهوم، وكيف العاده نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.